امبارح بدأ أهم بطولة في السنة وهي بطولة كأس العالم 2025 اللي بتتلعب في الهند، وأقل ما يقال عن اليوم الأول إنه كان واو. مشارك في البطولة عتاولة الشطرنج على مستوى العالم بعد ما نستبعد ماجنس كارسن، هيكارو ناكامورا، وفابيانو كارانا. أحداث اليوم الأول كانت مثيرة جدا جدا جدا، وأهم مباراة معانا وهي مباراة سالم عبد الرحمن. بس قبل ما نروح نحلل مباراة سالم عبد الرحمن، تعال نروح نحلل أسرع مباراة اتلعبت في البطولة، اللي اتلعبت ما بين ناجي اللي بيلعب بالقطعة البيضاء بتصنيف 1972 من ليبيا ضد ياغيس كان اللي بيلعب بالقطعة السوداء بتصنيف 2651. وياغيس ده طفل لسه صغير، ممكن عنده 16 أو 17 سنة. فالمهم ناجي في الشكل ده يقرر إنه يطلع بالبيدق في الإي 4، ياغيس يروح طالع ببيدق في الإي 6، ناجي ينتشر ببيدق في الدي 4، يغيظ يروح طالع ببيدق في الدي 5، ناجي يروح واكل، يغيظ يروح واكل، بعد كده ناجي يروح منتشر بالفيل، يغيظ يروح طالع بالحصان بيقول له هات البيدق، التاني يروح مقدم البيدق يحمي بيدق ببيدق، فيرد عليه يغيظ ويروح منتشر بالفيل في الدي 3. فيقرر ناجي في الشكل ده انه يلعب اول نقله مش مفهومه من الافتتاحيه، ويروح طالع ببيدق في الاتش 3. ليه النقله دي مش مفهومه؟ علشان احسن نقلات ليك اللي انت تنتشر بالقطعه بتاعتك وتقرر انك انت تبيت. حتى لو انت ما انتشرتش بالحصان ده، انتشر باي قطعه من القطع اللي موجوده هنا. بس ناجي قرر انه يقدم البدء في الاتش 3، يغيث رد عليه وراح منتشر بالحصان، ناجي راح منتشر بالوزير في الاف 3. نقله مش مفهومه تاني، انت ليه بتطلع بالوزير بتاعك في الاف 3؟ انت ليه بتمنع ان الحصان ينتشر في الاف 3؟ ليه ما بتحاولش انك انت تبيت وتحمي الملك اللي موجود في الاي 1؟ وايه الهدف اصلا من نقله الوزير اللي موجود في الاف 3؟ هل انت بتخطط ان انت تكسب بافكار نابليون مثلا؟ مفيش الافكار دي. فالمهم يغيث الشكل ده ما يهتمش ويقرر انه يبيت. ناجي يرد عليه ويروح منتشر بالحصان، اخيرا بيخطط انه يحمي الملك بتاعه ويبيت. يغيث يروح طالع بالحصان، ناجي في الشكل ده ما يبيتش ويروح مقدم البدأ بتاعه في الاتش 4. نقله مش مفهومه. انت ايه اللي بتخطط ليه؟ انت بتخطط اللي انت تقدم وتهدد وتهجم على الملك اللي موجود في جي 8؟ ده اللي احنا هنشوفه في الخطوات الجايه. يغيث يرد عليه ويلعب افضل نقله الروك في الاي 8، بيضغط على الحصان اللي موجود في الاي 2، بيضغط على الملك اللي موجود في الاي 1. ناجي لحد دلوقتي مش عاوز يحمي الملك اللي موجود في الاي 1، ويقرر انه يلعب اول بلندر اسطوري ليه في الجيم، ويروح مقدم البدء بتاعه في جي 3. نقله مش مفهومه خالص في الشكل ده، وايه هدفها اصلا ما نعرفش. يغيظ بص على النقله دي، عرف ان النقله دي غلط، وما دام اللاعب الابيض غلط فهو لازم يتعاقب. فيقرر يغيظ انه يعاقبه ويلعب اول نقله بريليانت ليه، ويروح لاعب الحصان بتاعه في الاي 5، هات الوزير اللي موجود في الاف 3 وهات الفيل اللي في الدي 3. فانت هنا لو فكرت كلاعب ابيض اللي انت تتحرك بالوزير بتاعك في اي مكان، هتخسر الفيل ببلاش، بتشيك على الملك اللي موجود في الاي 1. فهنا نستنتج ان احسن نقله ليك اللي انت تتحرك مثلا بالوزير علشان تحمي الفيل اللي موجود في الدي 3. صح، انت دلوقتي على نفس الفايل بتاع الروك، فانا هخطط في دلوقتي اللي انا انتشر بالفيل بتاعي في جي 4، اضغط على الحصان اللي موجود في الاي 2 بالروك وبالحصان لما اتحرك بالحصان بتاعي ده في اي مكان. فانا ههدد الوزير وههدد الحصان وههدد الملك اللي موجود في الاي 1. ناجي هنا عارف كل ده، فهو رد باكتر نقله منطقيه وافضل نقله، وراح اكل الحصان الموجود في الاي 5. بصوا هنا بقى الهجوم الجبار. تمام، الهجوم اللي بيترتب على اللي انت ما تنتشرش بالقطع بتاعتك بدري بدري، ما تبيتش وما تحميش الملك بتاعك، وتلعب نقلات مش مفهومه من الافتتاحيه قدام لاعب موهوب جراند ماستر. فهنا اللاعب الاسود رد عليه وراح اكل البيدق، هات الوزير. واحنا عارفين ان انت لو اتحركت بالوزير بتاعك في اي مكان هاكل الفيل. فهنا ناجي رد بافضل نقله وراح اكل البيدق، اكل البيدق وبيحمي الفيل. رد عليه يغيث وراح منتشر بالفيل، هات الوزير بتيمبو. التاني راح متحرك علشان يفضل حامي الفيل، فرد عليه يغيث وراح مقدم البيدق، هات الوزير محمي عن طريق الفيل بتيمبو. احمي الوزير بتاعك. ناجي يروح متحرك بالوزير علشان يفضل حامل فيل، فيرد عليه يغيظ ويروح لاعب الفيل بتاعه دي 5، بيهدد انه ياكل الروك الموجود في الاتش 1. اخيرا دلوقتي هو ما بيهددش الوزير، صح؟ لا، نقله الفيل في الدي 5 بتهدد بطريقه غير مباشره الوزير اللي موجود في الاي 3. تقول لي ازاي؟ هقول لك هنا مثلا، انت حاولت، انت شايف ان دلوقتي الروك ده متهدد، صح؟ فانت عاوز تحميه، يلا تحميه فين؟
تتحركوا هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا، حركوا في اي مكان. لو فكرت ان انت تتحركوا في اي مكان، انا بخطط في الخطوات الجايه اللي انا العب حصان في الاف 3 تشيك على الملك اللي موجود في الاي 1. الحصان ده محمي عن طريق الفيل، انا بهدد ان انا اكل الوزير الموجود في الاي 3. فانت هنا يا اما تاكل واكل بالفيل، او اللي انت تتحرك واروح انا واكل الوزير ده بالروك، وهنا انت بتخسر الوزير بتاعك. يا ربي. فهنا ناجي شاف ده، شاف ان هو مهما حرك الروك في اي مكان الوزير ده هيخسره، فهو محتاج ان ما يبقاش فيه اي تشيك، الحصان ده ما يجيش في الاف 3. فهو قرر انه يتحرك بالملك في الاف 1، علشان دلوقتي لو الحصان جه في الاف 3 ما يديش تشيك على الملك، ما خسرش الوزير. فناجي رد، اقصد يغيث اسف، رد بافضل نقله وراح اكل الروك بكل هدوء. ناجي لحد دلوقتي مضغوط، خسران روك موجود في الاتش 1، ولسه في افكار هجوميه على الوزير اللي موجود في الاي 3. فناجي في الشكل ده قرر انه ياكل البدء الموجود في الاف 5. افضل نقله. اوكي. يغيث رد عليه وراح لعب الفيل بتاعه في السي 5. الفيل ده ببلاش يا شباب، انت تقدر تاكل الفيل ده، بس الفكره كلها اللي انت لو اكلت الفيل انت بتخسر بتشيك ميت في نقله واحده بس بعد ما العب الوزير بتاعي في دي 1. يا نهار ابيض. طب ايه طيب اعمل ايه؟ فاكتر نقله منطقيه للاعب الابيض انه يلعب الوزير بتاعه في الدي 2 علشان يمنع نقله الوزير في الدي 1 علشان ما يخسرش بتشيك ميت. بس ناجي ما شافش ده. ناجي قرر انه يلعب الوزير بتاعه في الدي 5. رد عليه يغيث على طول وراح لعب الوزير في الدي 1 وكسب بتشيك ميت. فالملك ما يقدرش يتحرك في اي مكان. من النقله ال 17 في كاس العالم. فبس ده كان اول مباراه. يلا بينا نروح للمباراه الاسطوريه الثانيه اللي اتلعبت فيها 4 نقلات بريليان. وفي الشكل ده طران هو اللي بيلعب بالقطعه البيضاء بتصنيف 2407 من اليابان، ضد سالم عبد الرحمن اللي بيلعب بالقطعه السوداء بتصنيف 2620 من الامارات. طران في الشكل ده يقرر انه يطلع بالبيدق في الاي 4. سالم يرد عليه ويروح طالع ببيدق في السي 5، وبكده بيلعب سيسيليان. طران يروح منتشر بالحصان، سالم يقدم البيدق، طران يروح مقدم البيدق، سالم يروح واكل، طران يروح واكل. بعد كده سالم يروح منتشر بالحصان بيهدد انه ياكل البيدق اللي موجود في الاي 4. طران يروح طالع بالحصان، سالم يروح مقدم البيدق بيمنع انتشار الفيل انه يدي تشيك على الملك، فيرد عليه طران ويروح مقدم البيدق في الاتش 3. فيرد سالم ويروح طالع ببيدق في الاي 6 بيحضر انه ينتشر بالفيل، بيحضر انه يبيت. طران يروح منتشر بالبيدق في جي 4، بيحضر انه يطلع ببيدق في جي 5. سالم يقرر انه ينتشر بالفيل بيخطط انه يبيت، فطران يرد عليه ويروح مقدم بيدق في جي 5 بيهدد انه ياكل الحصان. الحصان يروح راجع في الدي 7 فيرد عليه طران في الشكل ده ويقرر انه ينتشر بالفيل في جي 2 علشان انت هنا تقدر تاكل البيدق اللي موجود في جي 5. ودي الافكار اللي عند طران، انه بعد كده مثلا يلعب الروك في جي 1 ولما الملك يبيت ساعتها اقدر اهجم واضغط على الملك اللي موجود في جي 8. فالمهم سالم ما اكلش البيدق اللي موجود في جي 5 وقرر في الشكل ده انه ينتشر بالحصان. طران رد عليه وراح مقدم البيدق في الاتش 4 بيحمي بيدق ببيدق. يرد عليه سالم ويروح مبيت، فطران يرد عليه ويروح مقدم البيدق في البي 3. وهنا النية بتاعة طران واضحة في الجيم. نيته ايه؟ انه يطلع بالفيل في البي 2، يطلع بالوزير في اي مكان وبعد كده يبيت. طبعا يطلع هنا علشان يفضل حامل الحصان اللي موجود في الدي 4 وبعد كده يبيت ويبدا يهجم بكل القطع بتاعته على الملك اللي موجود في جي 8. رد عليه سالم في الشكل ده وقرر انه يلعب الروك في اليت. طران يروح منتشر بالفيل، سالم يرجع بالفيل، طران يروح طالع بالوزير، سالم يروح واكل حصان، طران يروح واكل بالوزير، سالم يروح مقدم البيدق بيحضر انه ينتشر بالفيل يخش بالروك ويعرف يضغط على الحصان والبيدق الموجود في السي 2. فيرد عليه سالم ويرقصه، يرد عليه طران ويروح مبيت. سالم يروح منتشر بالفيل بتاعه في البي 7 فيرد طران ويروح لاعب الروك في البي 1. يرد سالم ويروح لاعب الروك بتاعه في سي 8. طران يروح مقدم البيدق في الاف 4. وزي ما قلنا ان هي خلاص واضحه، هو بيقرر انه يهجم. وبرضه سالم عبد الرحمن هيخطط في المستقبل انه يهجم على الملك الموجود في البي 1. طران يرد، اقصد سالم يرد ويروح لاعب الوزير في البي 6 طالب تريد وزير قصاد وزير. فهنا لو طران كسر وزير في وزير بالشكل ده يعتبر موقفه هيبقى أسوأ. فطران محتاج الوزير علشان يقدر يهجم على الملك اللي موجود في الجي 8. فانت زي ما انت شايف قطع سالم عبد الرحمن احسن مع انه هو تحت هجوم، بس لو عرف يكسر القطع
القطع وزير بوزير، فيل في فيل، حصان بحصان، وهكذا. ممكن يوصل لاند جيم سهل ويقدر يكسب الجيم. فهنا رد عليه طران وما اكلش وزير بوزير، وراح رجع بالوزير في دي 2. سالم عبد الرحمن يروح لاعب الحصان في السي 4، بيضغط على البدأ اللي موجود في الاي 4 بالحصان وبالفيل، بس برضه اللاعب الابيض حامل البدأ ده عن طريق الحصان والفيل. فرد طران وقرر انه يقدم البدأ في الاف 5. سالم عبد الرحمن ما يهتمش بالبدأ اللي موجود في الاف 5، ويقرر انه يروح مقدم بدأ في البي 4. ودي يعتبر اول نقلات الهجوميه لسالم عبد الرحمن في الجيم، علشان طران في الشكل ده يقرر انه يلعب افضل نقله ويحمل الحصان ويروح محركه في الاي 4. ليه دي افضل نقله؟ علشان انت لو فكرت ان انت تحرك الحصان بتاعك في اي مكان، ساعتها انت هتتخلى عن البدأ اللي موجود في الاي 4، صح؟ فساعتها انا هرد عليك واروح واكل البدأ ده، بهدد ان انا اكل وزير. احسن نقله ليك، احسن نقله اللي انت تحرك الوزير بتاعك في سي 1، علشان انت لو فكرت ان انت تاكل الحصان، انا هاكل الفيل بالفيل، بهدد ان انا اكل الروك اللي موجود في الاتش 1. وده مش التهديد الوحيد، انا كمان بهدد ان انا اكل البدء اللي موجود في السي 2 عن طريق الروك، محمي عن طريق الفيل، اهدد الوزير اللي موجود في الدي 2، واضغط عليك في الشكل ده بافكار تشيك ميت. فهنا طران عارف ده، فهو ما حركش الحصان بتاعه في الاي 2 وما اداش فرصه لسلام عبد الرحمن، وقرر انه يلعب الحصان في الاي 4. هات الوزير، ولو اتحركت بالوزير بتاعك هروح انا واكل الحصان وما فيش اي افكار هجوميه عليا. سلام عبد الرحمن ياكل الحصان بحصان، افضل نقله. طران يروح واكل بالبيدق، وبعد كده سالم يقرر انه يلعب الفيل بتاعه في سي 6، بيهدد انه ياكل البيدق الموجود في الاي 4. ودي ما كانتش احسن نقله، كانت احسن نقله اللي انت تاكل البيدق اللي موجود في الاف 5. تمام، بس ما علينا، هو قرر انه يلعب الفيل، بيهدد انه ياكل البيدق، فيرد عليه طران ويروح مقدم البيدق في جي 6. سالم عبد الرحمن يروح واكل، طران يروح واكل، بعد كده سالم عبد الرحمن في الشكل ده ما ياكلش بدأ ببدأ، ويقرر انه ياكل البدأ الموجود في الاي 4. احسن نقله لطران في الشكل ده انه ياكل البدأ اللي في الاتش 7 بتشيك على الملك، دي احسن نقله دلوقتي يعني. تمام، بس هو ما عملش ده، وقرر انه يتحرك بالروك بتاعه في سي 1 علشان يحمي البدأ اللي موجود في سي 2. فانت لو تجاهلت البدأ ده باي شكل من الاشكال هتروح في 60 داهيه. مثلا لعبت اي حاجه، ساعتها انا هرد عليك خلاص باكل بتشيك، هات الروك ده وملك محمي عن طريق الروك اللي موجود في السي 2، وانت هنا بتخسر الجيم. فعلشان كده طران قرر انه يلعب الروك في سي 1. سالم عبد الرحمن يروح واكل بدأ ببدأ. مش افضل نقله، كان افضل نقله ان هو يطلع بالبدأ في الاتش 6 وما يعملش اي اضعافات على الملك اللي موجود في جي 8. بس ما علينا، سالم اكل بدأ ببدأ. طران رد عليه وراح مقدم البدأ في الاتش 5. سالم راح اكل. طران يقرر في الشكل ده انه ياكل بالروك. وزي ما انتم شايفين اللاعب الابيض واللاعب الاسود يعتبر بيغلطوا شويه في الجيم، تمام؟ عندهم غلطات. يعني مثلا كانت احسن نقله اللي انت ما تاكلش بالروك دوت، وتنتشر بالفيل بتاعك وتضغط على البيدق، علشان في الخطوات الجايه اللي انت تطلع بالوزير بتاعك في جي 5 وتروح واكل البيدق ده وتهدد بافكار التشيك ميت بالروك وبالوزير. بس هو ما عملش ده، قرر انه يطلع بالروك بتاعه في الاتش 5 علشان الخطوات الجايه، انا اسف ثانيه، ياكل الروك الموجود في الاتش 5 عشان يلعب الروك هنا، وبعد كده يعرف يضغط على الملك اللي موجود في جي 8. فالمهم سالم عبد الرحمن يقرر في الشكل ده انه يلعب اول نقلاته البريليانت اللي ما اتحسبتش بريليانت، ويروح لاعب الروك بتاعه في الاف 3. ايه الهدف من النقله دي؟ الهدف ان ده روك بلاش تقدر تاكله، ولو اكلته انت بتخسر بالتشيك ميت. هاكل بالبيدق، بتسكفر تشيك، تتحرك بالملك، تخسر بالتشيك ميت. فطبعا الافكار دي كلها اللاعب الابيض شايفها، فاللاعب الابيض ما اكلش الروك وقرر انه يلعب الوزير بتاعه في جي 5. فرد عليه سالم عبد الرحمن في الشكل ده وقرر انه يلعب الوزير في الاي 3، طالب تريد وزير قصاد وزير. في حاجه محتاجين اللي احنا نعرفها في الشكل ده، تمام. لو سالم عبد الرحمن مثلا ما لعبش وزير في الاي 3، ومثلا قرر ان هو يلعب اي حاجه علشان هو مش شايف مثلا التهديدات اللي اللاعب الابيض بيهددها له، ساعتها ايه اللي هيحصل؟ ساعتها هيخسر بتشيك ميت، عشان اللاعب الابيض هيرد عليه ويروح لاعب الروك بتاعه في الاتش 1. هو بيتخلى عن البدء الموجود في الاف 2، بس هو هنا بيهجم على الملك الموجود في الاتش 8. فانت لو اكلت واتحركت ورجعت تاني وعملت اي حاجه، انت بتخسر بتشيك ميت. هرد عليك بالروك في الاتش 8، تشيك على الملك، تتحرك بالملك، ارد عليك بالروك في الاف 1، تشيك على الملك، تغطي بالوزير، اروح واكل، تغطي بالروك، اروح واكل، وتخسر بتشيك ميت. فالملك ده ما يقدرش يتحرك في اي مكان. فسلام عبد الرحمن شايف الافكار الهجوميه اللي بيخلقها اللاعب الابيض، فاللاعب الابيض قرر انه يلعب الوزير بتاعه في جي 5 علشان يمنع ان الملك يهرب
في الاي 7. فسالم رد بوزير في الاي 3، طالب تريد وزير قصاد وزير. اللاعب الابيض مش عاوز ياكل وزير بوزير علشان هو هنا بيفكر في الهجوم، فقرر في الشكل ده انه يلعب وزير في الاتش 4، ولا زال اللاعب الابيض بيهدد اللاعب الاسود انه يكسب تشيك ميت. فمثلا اللاعب الاسود لو لعب اي حاجه في الشكل ده، اي حاجه زي مثلا بدا في الاي 1، ساعتها انا هرد عليك واروح لاعب الروك بتاعي في الاتش 8 تشيك على الملك، تتحرك بالملك، ارد عليك واروح لاعب الروك في الاف 1 تشيك على الملك. وبص هنا الملك ما يقدرش يتحرك في اي مكان، ما عندوش غير المكان ده، وساعتها يخسر بتشيك ميت في نقله واحده بس. واحسن نقله ليك علشان تطول الجيم اللي انت تلعب الوزير، وهرد عليك واروح واكل. والخطوات الجايه اللي انا العب واكسبك بتشيك ميت. فسلام عبد الرحمن دلوقتي متهدد انه يخسر بافكار تشيك ميت. فسلام عبد الرحمن محتاج انه يحمي نفسه من الافكار دي، صح؟ لا غلط. علشان سالم عبد الرحمن في الشكل ده يقرر انه يلعب اول نقلاته البريليانت، ويروح مضحي بالفيل بتاعه وياكل البدأ الموجود في سي 2، تشيك على الملك الموجود في البي 1. اللاعب الابيض هنا عنده حاجتين يقدر يعملهم، عنده انه ياكل الفيل اللي ببلاش، او عنده انه يتحرك بالملك. وهنا هو لو اكل الفيل اللي ببلاش، ساعتها انا هرد عليك واروح واكل، وبهدد ان انا اكل فيل موجود في جي 2. تقول لي معلش انا اسف، الروك ده بلاش انا اقدر اكله. الفكره اللي انت لو اكلته، انت بتديني فرصه ان انا اخش بالروك والعب لك الروك بتاعي في السي 8، تشيك على الملك، تتحرك بالملك، ارد عليك واروح لاعب الوزير بتاعي في الدي 3، تشيك على الملك، تتحرك بالملك، ارد عليك واروح لاعب الوزير في الدي 1، تغطي، اكسبك بتشيك ميت. يا ربي. فاللاعب الابيض شايف كل الافكار دي، فهو ما اكلش الفيل اللي ببلاش وقرر انه يتحرك بالملك علشان هو بيهدد انه يكسب افكار تشيك ميت. فسلام عبد الرحمن يرد عليه في الشكل ده ويلعب تاني نقله بريليانت ليه، ويروح متحرك بالفيل في الدي 3. ليه النقله دي بريليانت؟ علشان انا بضحي بالروك اللي ببلاش اللي موجود في سي 3، فده روك ببلاش تقدر تاكله، ولو اكلته انت دلوقتي تخليت عن الروك اللي موجود في سي 1، فانا هاكل الروك ده بتشيك ميت. فاللاعب الابيض شايف كل الافكار دي، فاللاعب الابيض قرر انه يلعب الروك في الاي 1، بيهدد انه ياكل الوزير اللي موجود في الاي 3. سلم عبد الرحمن في الشكل ده ما يحميش الوزير الموجود في الاي 3، ويلعب تالت نقله بريليانت ليه، ويروح لاعب الروك في السيت. سلم عبد الرحمن فتح مصنع بريليانت، بدل ما هو اللي بيخسر بتشيك ميت بعد 3 او 4 نقلات، هو اللي ضاغط على اللاعب الابيض، وهو اللي مش خلي اللاعب الابيض عارف يتنفس في الشكل ده. فالمهم انا لتاني مره بضحي بالروك، ايه رايك تاكل الروك؟ اقصد تاكل الوزير. ساعتها هرد عليك واروح لاعب الروك بتاعي في سي 1، تاكل بالفيل، ارد عليك واروح لاعب هنا، تتحرك بالملك، اروح لاعب الروك بتاعي في البي 1، محمي، ما تقدرش تتحرك في اي مكان بسبب البيدق والروك والفيل في الشكل ده. فاللاعب الابيض شايف كل الافكار دي وعارف ان هو لو اكل الوزير هيخسر بتشيك ميت، فهو قرر في الشكل ده انه يجرب اخر تريكه معاه، ويروح لاعب الروك بتاعه في الاتش 8 تشيك على الملك. الملك راح متحرك، بعد كده رد عليه وراح اكل الروك. دلوقتي سلام عبد الرحمن متهدد له الوزير الموجود في الاي 3، بس احنا قلنا ما يقدرش ياكل، فهو قرر انه ياكل الروك علشان يفضل حامي الروك ده ويهدد الوزير. سلام عبد الرحمن راح اكل الفيل وضحى بالوزير لتالت او رابع مره في الجيم. الفكره اللي انت لو اكلت اديك التشيك عشان لما تتحرك اديك تشيك، ودلوقتي كل القطع حاميه بعضيها وكسبتك بتشيك ميت. فهنا اللاعب الابيض شايف ده، فهو قرر انه يلعب الوزير بتاعه في الاتش 5. سلم اتحرك بالملك، اللاعب الابيض راح لعب الوزير، سلم راح متحرك بالملك، وبعد كده اللاعب الابيض راح رجع بالوزير بتاعه في الاتش 1 علشان يدعم الروك اللي موجود في الاي 1 علشان ما يخسرش بتشيك ميت. فسالم عبد الرحمن يرد عليه ويديله الضربه القاضيه، الروك في الاي 1، ويضحي بالروك بتاعه. عارفين ليه؟ عشان بدي تشيك على الملك، تقدر تتحرك بالملك بتاعك مثلا في البي 2، ساعتها تخسر بالتشيك ميت بعد 3 نقلات، او النقله اللي انا اديك تشيك فتتحرك بالملك، اروح مديك تشيك، تتحرك بالملك، تخسر بالتشيك ميت بعد ما العب الوزير بتاعي في الاس 3. دي اول فكره. الفكره الثانيه اللي انت تاكل بقى الروك ده، لما تيجي تاكل الروك ساعتها انا هديك الوزير في الدي 4، تشيك على الملك، تديني الروك اكل الروك واكسبك بتشيك ميت، فالملك ما يقدرش يتحرك في اي مكان. وده كان الأسطورة سالم عبد الرحمن من اليوم الأول من بطولة كأس العالم 2025.
وبس كده نكون وصلنا لنهاية الحلقة بتاعتنا. أشوفكم في الحلقة الجاية، سلام.